ده شغلنا ودي حياتنا. اي حد تاني يعني بعيد عن ان الشغل بتاعنا كيوتيوبر تصوير وفيديوهات وكلام من ده. اي حد تاني مثلا بيشتغل اي شغلانة ايا كانت مش هيطلع شغله، سواء دكتور مش هيروح عيادته، سواء مدرس مش هيروح مدرسته. حتى لو انسان بسيط خالص مهما كان شغلانته، لو حتى حد بيشتغل في سوبر ماركت مش هيروح يشتغل. إيه يعني اي حد في الدنيا مفيش حاجة يا جماعة هتقف، لكن احنا بندعي لهم وقلوبنا معاهم، والله ربنا الاعلم كل يوم بدايلهم قد ايه. ربنا ينصرهم، ربنا يا رب ينصرهم على من يعديهم يا رب، اللهم امين. طبعا فلسطين ومصر الاتنين واحد، كل الدول العربية واحد طبعا. ربنا دايما يا رب يجعلنا ايد واحدة وقلوبنا على قلوب بعض يا رب، اللهم امين. مع قريت اوضه النوم بتاعتك يا اسماء عليا، انا اللي هفرشها بنفسي وازينها. اقسم بالله يا جماعه كانت مفاجاه بجد، حلوه جدا جدا جدا. كنتش اعرف ان امل بصراحه ذوقها راقي للدرجات دي يعني. شوفوا بقى يا جماعة في اول الفيديو هي اللي رصة الدولاب. طبعا انا ما جبتلكوش التفاصيل اللي جوه، يعني انا ما فتحتش الدولاب ووريكوا ازاي الهدوم اترصت. ويعني انا لسه في جولة جاية جامدة جدا على فكرة، انا مش ناسياكوا ابدا. كل الناس اللي طلبت مني عايزين جولة كاملة في شقتك يا اسماء، هينزل لكم جولة كاملة يا جماعة، وهوريكوا كل حاجة بالتفصيل في الشقة. هوريكم النيش مرصوص ازاي وجماله وحلاوته، والمطبخ من جوه عامل ازاي، والدولاب بتاع الاطفال رصين الفوط واللطقم والملايات والدنيا دي ازاي، والدولاب الكبير برضو رصين الهدوم ازاي. كل حاجة هجيبها لكم بالتفصيل الممل، لازم كده ايه اوريكم كل حاجة. فاللي طلبوا مني الجولة انا مش ناسياكم خالص، انا عارفة ان الفيديوهات بتنزل لكم متأخر